لماذا لا يحب تياغو ميسي أن يطلق عليه اسم ميسي؟ على الرغم من أن هذا يبدو أمرا لا يصدق، إلا أن تياغو لا يحب أن يطلق عليه اسم ميسي. لا يحب أن يتم التعرف عليه فقط من خلال لقبه، فشخصيته خجولة جدا ويواجه صعوبة في التعامل مع ذلك. بينما يحب ماتيو أن يكون مشهورا، فإن الأمر مختلف تماما بالنسبة لتياغو، فهو متحفظ للغاية ويفضل الابتعاد عن الأضواء. عندما كبر أدرك تياغو أنه لا يحب أن يطلق عليه اسم ميسي، ليس لأنه يخجل من لقبه، ولكن للسبب المحزن الذي كان يواجهه في طفولته. في المدرسة حاول الأطفال الأكبر سنا أن يكونوا أصدقاء له فقط لأنه ابن ليو ميسي، وهذا الأمر كان يثير القلق لدى أنطونيلا وليو. فمن غير المعتاد أن يدرك الطفل صداقته الزائفة، لكن ميسي وأنطونيلا حاول حمايته من هذه الوضعية. بفضل الدعم الكبير من والديه، أصبح لتياغو أصدقاء حقيقيون بعيدا عن المصلحة الشخصية. هذه الحماية كانت سببا مهما في تفهمه لمفهوم الصداقة الحقيقية. تفسير ميسي لما مر به مع أبنائه كان واضحا عندما غادر برشلونة، فقد ذكر أنه أكثر شيء عانى منه كان من أجل أبنائه، حيث اضطروا إلى ترك أصدقائهم القدامى والانتقال إلى مدرسة جديدة. في المدرسة الجديدة كان الجميع يعرف بالفعل من هو ليو ميسي، ولم يكن من السهل على تياغو وأشقائه تكوين صداقة حقيقية في ذلك الوقت.